ادي العضو الذكري اهو، اللي هو الطربوش ده، اللي هو الورم ده كله، ده سرطان. تمام. وادي المثانه اهي زي ما انتم شايفين اتملت على الاخر. ودي الخصيه عشان محدش يفتكر دي الخصيه، دي المثانه اهي اتملت على الاخر نتيجه الالتهاب البول ده، نتيجه حبس البول ده عمل له سرطان في العضو الذكري من فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع. يا رب تكونوا بخير. يرجع لكم من جديد فيديو جديد. النهارده معانا الكلب سنفر من المرج. تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في المرج، خاصة العزبة البيضاء. ان شاء الله امرنا النهارده معانا سنفر كلب جيرمان شيبرد عنده سنه، بس للاسف عنده مشكله كبيره جدا 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 ولابد من عمليتين. عمليه اول حاجه خالص عنده مشكله في احتباس البول. تمام، احتباس البول، ما بيعرفش يعمل حمام بول، وعنده سرطان في العضو الذكري نتيجه احتباس البول. تمام. كل ده هنعرف نتعرف عليه النهارده ان شاء الله بامر الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا ريت تشوف احنا بنعمل ايه، بس ما تعملش زيي، يعني مش اللي انت تشوف الفيديو وتشوف انا بعمل بالمشرط ونشتغل ومش عارف ايه. طبعا لان عمليه كبيره جدا وخطيره، مش اي حد بيعملها، لان طبعا بتحتاج خبره كبيره جدا وبتحتاج ممارسه ومحتاجه طبعا توفيق من عند ربنا كبير. هو كلب الله اكبر عليه، ربنا يبارك لصاحبه يا رب. الاستاذ احمد شرفنا. طبعا هو الكلب ده صرف عليه علاجات كتير جدا وعند دكاتره ولف يمين وشمال، واول ما تواصل معانا قلت له ده عمليه ولازم عمليه، لان ما ينفعش ان انت ما الكلب ياخد مضادات حيويه والتهابات وحاجات وفي الاخر لسه هي المشكله. بس عيب بقى سنفر بقى، عيب. هو كلب جميل جدا، يعني كلب حبوب قوي، بيحب صاحبه زياده عن اللزوم، ويعني سبحان الله اول ما هو شافني بيحبني قوي كده. اقعد يلا، اقعد يلا شاطر. الكاميرا توضح كده قوي كده. طبعا المثانه هنا اتملت زي ما انتم شايفين، المثانه هنا خلاص اتملت على الاخر. دي المثانه وده الخصيه عشان الناس تبقى فاهمه. بس اقعد يلا شاطر، بس ثابت. طبعا احنا هنبنجه دلوقتي عشان نعرف نتعامل معاه، لان زي ما انتم شايفين كده هو عنده باور زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت طبعا الالتهاب بتاع المثانه ده واحتباس البول ده مرض خطير جدا بيهدد للموت، يعني كمان ليه؟ لان هو بيعمل مشكله يعمل فشل كلوي. وطبعا الكلب طبعا زي ما انتم شايفين اي نعم حركته كويسه جدا، بس طبعا مع الوقت الحركه دي هتقل والدنيا هتبوظ معاه. ان شاء الله بامر الله هنديله بنج دلوقتي. تمام. وبعد ما يتخدر هنعمل له العمليه وكل حاجه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بنجنا الكلب. تمام. وبعد ما بنجناه طبعا هنبتدي نشتغل في العمليه. عمليه من العمليات الخطيره جدا. قبل ما نكمل الكلام ونقول احنا عملنا ايه، ممنوع دخول القلوب الضعيفه. اي حد طبعا يا جماعه بيخاف من المشرط او الدم او الحاجات دي، يا ريت يا جماعه ما يكملش معانا الفيديو، او اللي هو ما يقدرش يشوف الحاجات دي يا ريت ما يكملش مع الفيديو. نرجع للفيديو بتاعنا من اول. طبعا سنفر كلب جه عندنا عنده مشكله كبيره جدا جدا جدا، وهي مشكله احتباس البول. احتباس البول يا جماعه امر سهل جدا علاجه، بس للاسف لو انت عرفت وفقت مع الكلب كده من الاول مره، من اول يوم او تاني يوم. انما كل ما بيتاخر كل ما الاحتباس البول بيعمل مشكله كبيره جدا، وبيعمل حصاوي على الكلى، وبيعمل مشاكل كبيره جدا، وبيعمل سرطان في العضو الذكري زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ده سرطان في العضو الذكري، سرطان حميم. بس يعني مشكلته اللي هو هيموت الكلب، يعني بيموت الكلب، لان طبعا كتر السرطان بيعمل التهابات في الجسم، وفي نفس الوقت كتر احتباس البول بيعمل حصاوي على الكلى وفشل كلوي، وبيعمل جفاف للكلب، والدنيا بتتقلب معاه 180 درجه. ولو الكلب بقى ما عندوش القدره والمناعه الكفايه ممكن الكلب يموت في 48 ساعه لو انت ما لحقتوش. يعني في 48 ساعه ابو مصطفى ممكن يموت. ايوه ممكن يموت، لان طبعا لو الكلب مناعته ضعيفه او كلب صغير لسه او كلب كبير في السن مش هيستحمل انسداد البول،
مش هيستحمل اللي الكلب لان الكلب طبعا متعود اللي هو يعمل مرتين 3 في اليوم. وطبعا كتر المشكله دي مع عدم احتباس البول بتعمل سرطانات، لان طبعا كتر احتباس البول بيقعد يهرش في جسمه، بيقعد يلحس باللعاب بتاعه في مكان المثانه ومكان العضو الذكري، وبيقعد يلحس جامد جدا. والا بقى لو كمان بقى لو قاعد على سطح او السطح ده فيه خرسانه طبعا زي ما انتم عارفين وحيطان مش متمحره، ممكن سوري في اللفظ تلاقيه اللي هو بيلزق نفسه او بيحك نفسه او بيهرش بنفسه كده في العضو الذكري في الحيطان، لان طبعا بتبقى الاحتباس البول ده يا جماعه مشكله كبيره جدا. طبعا النهارده عاوزين بقى نلخص بقى. طبعا هو راح ولف ودار وعلاجات كتير ياما والكلام ده كله، وراح للدكاتره بيطريين كتير جدا وقالوا له ده ورم وعادي وخد التهابات وخد مضادات حيويه وخد ومفيش فايده. صرف عليه فوق ال 2000 جنيه علاجات ومفيش نتيجه. اول ما بعت لي الفيديو طبعا الحمد لله بفضل ربنا بسبب الممارسه وبسبب الخبره الحمد لله بفضل ربنا طبعا والشكر لله، ده سرطان في العضو الذكري نتيجه احتباس البول، بالرغم اللي هو ما قاليش اللي هو عنده احتباس بول الا بعد ما جه هنا عندي وقال لي عندي احتباس بول. تمام. قلت له احتباس البول ده هو اللي عمل له الكلام ده كله، ده سرطان حميد. طبعا لازم لابد من مشرط ولابد من بنج ولابد من ازاله الميكروب من العضو الذكري، وكمان من اصعب واخطر العمليات اللي انا عملتها في حياتي، لان العضو الذكري لان الورم ده او السرطان ده في الجلده الرقيقه الاولى من راس العضو. يعني الجلده في جلده بتبقى رقيقه كده عند الانتصاب دي هي اللي بتنفش زي ما هي ايه نفشه كده، بس النفش ده سرطان مش نفش الايه الجواز. لما بتتنفخ الجلده اللي هي الطريه دي هي اللي بتعمل النفخ والايه الحاجات بتاعت العضو الذكري ساعه الجواز. طبعا بعد ما عملنا وقطعنا وازلنا كل الميكروب اهو، ده اخر حاجه خلاص بنزيل كل الميكروب من العضو الذكري من راس العضو الذكري. وطبعا احنا مركبين القسطره اهو داخل العضو الذكري بعد ما طهرنا بقى وقطعنا الطربوش الورم خالص اللي هو السرطان القسطره. وبعد ما دخلت القسطره نصها كده شويه بس كده كملت قطع برده طبعا بالمشرط. وبعد ما خلصنا نضفنا وطهرنا هنبتدي بقى نعمل عمليه القسطره، ندخل القسطره. تمام. ندخلها بالعمق جوه خالص خالص. طبعا كل ده يا جماعه تحذير لاي حد يعمل زيي، احنا بس بننزل فيديو توعيه عشان نعرفكم بس الدكاتره البيطريين ايه بيعملوا ايه مع الكلاب والغاوي بيريح. والحمد لله بفضل ربنا ابو مصطفى عدى مجاله جامد جدا جدا في العلاجات بدعمكم وبكلامكم وبحسكم معانا. الحمد لله بفضل ربنا بنشكرش في نفسنا ولسه بنتعلم. انا كده دلوقتي بدخل القسطره ندخل العضو الذكري عشان افضي الميه. انا كده قطعت خلاص الورم السرطاني وعاوز بقى افضي الميه المحتبسه دي عشان ما يرجعش تاني. ما ينفعش ان انا ما اعملش قسطره، لان طبعا لو انا ما عملتش قسطره وقطعت السرطان وسبت الاحتباس البول زي ما هو يبقى انا ما عملتش اي مشكله، ما عملتش اي حاجه ولا ايه. تمام. دلوقتي انا بوصل القسطره وبدخل دي. القسطره دي طبعا مقاسات يا جماعه مش اي قسطره، قسطره طبيه بتبقى مقاسات. تمام. دخلت القسطره اهو واحده واحده بحيث ان انا كنت في الاول مدخل نصها بس اللي هي ما تخشش المثانه كلها للاخر، بحيث انا مش عاوز افضي الميه الا لما اقطع الورم السرطاني. الحمد لله بفضل ربنا احنا قطعناه. ودخل بقى دخلت القسطره اهو. وطبعا وانت بتدخل القسطره بالراحه، ما ينفعش اللي انت تستعجل، لان طبعا بيبقى مشكله كبيره جدا وبتبقى يعني مهما كان برضو حتى هو لو واخد بنج بتبقى مؤلمه، بس هو ما بيحسش بيها بس بتبقى مؤلمه. يعني ما ينفعش اللي انت تتعبه اكتر وفي نفس الوقت ما تعملوش التهاب. يعني ممكن انت تعمله التهاب، يعني انت عاوز تحل حاجه تعمل مشكله، لا انت زي ما انتم شايفين كده القسطره داخله بسلاسه واحده واحده خالص اهي. وبتبقى طبعا دهنها فازلين طبي تمام او جل طبي تمام. وبتتعامل وطبعا زي ما انتم شايفين انا بتعامل من غير جوانتات ولا اي حاجه، بتعامل بقلبي. طبعا بحذر اي حد ما تعملش زيي ابدا خالص. انا بنزل فيديو توعيه للمربي اللي انت كل حاجه سهله وكل حاجه كويسه وكل حاجه ليها علاجها، ما فيش حاجه ما لهاش علاج. كل حاجه مع ابو مصطفى الحمد لله بفضل ربنا ليها علاجها. زي ما انتم شايفين الكلب ده الحمد لله بفضل ربنا اهو، زي ما انتم شايفين الله اكبر. القسطره اهي دخلت لجوه المثانه، دخلت لعمق المثانه ومنزله بقى يا جماعه ريحه كريهه جدا. شايفين لون البول يا جماعه؟
لون البول عامل ازاي، ريحه كريهه جدا 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 جدا. ويعني يعني قدرك الله، يعني الريحه من كتر الريحه انا قعدت 3 4 ايام في البيت ولا اخرج ولا بروح ولا اجي، لان والله العظيم ريحه كريهه جدا جدا جدا، ريحه بشعه جدا. شوف كميه الماء المحتبسه دي، معنى اللي كميه ميه محتبسه بالطريقه دي كلها، مش عاوز اقول لك اوصف لك مدى الريحه اللي طالعه الكريهه جدا جدا، اللي عملت لي مشكله وكبيره جدا، ولدرجه ان انا ركبت محاليل وفلتره دم عندي، والله يعني ربنا اللي يعلم. بس كل ده الحمد لله بفضل ربنا، الواحد بيبقى مبسوط جدا بعد ما بيخلص الحالات دي او الحاجات دي، لان تبقى طبعا دي روح خالصه ما بتتكلمش. لو حطيت لها سم في بقها مش هتتكلم، هتقول لك اتفضل حط اللي انت عايزه. عشان كده يا جماعه رفقا بالحيوان. الحمد لله بفضل ربنا العمليه نجحت تماما تماما، الحمد لله بفضل ربنا. مستني بقى تعليقاتكم واشتراكاتكم في القناه ودعمكم اكتر واكتر. حياة الجميع، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.